السلام عليكم اخوتي، هاني ليا اموركم بخير؟ ايوا الحمد لله. اليوم حلقه جديده، سلسله مثله وقصه الامثال الشعبيه المغربيه. وقبل بينوا لي الوجود ديالكم بالماكس ديال التفاعل، باللايك والابوني وفعل لي داك الجرس، وما تنسوش دوك الكومونتيرات الناضين ديالكم والبارطاج مع الصحاب والعشرين. وهذا مكان شديتوا الخوت بلايصكم، ويلا نبداو. كان يا مكان حتى كان قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في غير هاد الأرض وفي زمان غير هاد الزمان كانت واحد المثلة، والمثلة تنقلات من لسان لسان. وكان حتى كان في هاد العثمانيين اللي فتحوا ونشروا الإسلام في البلدان من الشمال للجنوب ومن الشرق حتى للغرب. في زمانهم بانوا تعرفوا بين الناس الحمامات، ومعروف من زمان باللي المكر كذوب والخديعة ما خطاو حتى زمان ولا مكان. وكان حتى كان واحد الراجل في داك الزمان شلاهبي وكذاب، قرر يفتتح ويحل حمام تركي، وباش يقنع الناس ويتمشى ليه المشروع لجأ الحيلة من الحيال. علق لافتة مكتوبة فيها الدخل للحمام فابور. وكيف كتعرفوا باللي ما يغلب طماع غير الكذاب، الناس سمعت بالخبار من الصغار حتى الكبار، وجاو يتجاراو صادين قاصدين جيت الحمام، طامعين باش يفوزوا بتحمحيمة وتكسيلة العظام فابور في هاد الحمام الجديد. ومنها يغتنموا هاد الفرصة اللي ما كتعوضش. وشكون منا ولا فينا يكره حاجة الفابور؟ مني انا وجبد. ايوا يا سيدي، الناس جرات وجرات حتى وصلات الحمام التركي، فاستقبلهم مول الحمام بالوجه المبشور وتبسيمة الغدر، وخدم من عندهم الرزامي والحوايج. وبقى هكاك ولا داك الحال تعمر الحمام بالناس، والناس كتعوم وكل شي ناشط، حيت ما ضيعش الهمزة، والفرحة في قلوبهم وعلى وجوههم، وكل شي ضحك. وفوقيتة الخروج كيتفاجئوا الناس باللي خاصهم يخلصوا لبغاو حوايجهم، فتعصبوا وما عجبهم حال، وقالوا باللي مول الحمام خدعهم وكذب عليهم، يكتب دخول الحمام فابور. جاوبهم مول الحمام بكل ثقة وضحكة خبيثة وقال: وحتى دابا ما قلتو عيب، وحتى انا ما قلت عيب، راه بصح دخول الحمام فابور، ولكني الخروج بالفلوس بالفلوس. واش يسحب لكم دخول الحمام بحال خروجو؟ ومشات خبرتنا من واد الواد، بقينا حنا سيادي مع ولاد الخيار والجواد، وصلوا على خير العباد صلى الله عليه وسلم. في الاخر عرفوا خوتي باللي هاد المثلة على حق، وباللي في الحياة لازم الانسان يخمم 100 تخميمة وتخميمة عادي ما رجلو في شي حاجة ولا شي طريق، وما يمشيش مدرم بحال داك الحلوف، والراس اللي ما يدور كوديا خلاتها الوالدة، باش في الاخر ما يجيبهاش في راسو. حيت بصح دخول الحمام ماشي بحال خروجو، الفاهم يفهم والقاري يتشجع. خوت العشية عاشات وانا ساعتي سالات، وتحية لصحاب اللايكات. تسناو الحلقة الجاية ونخليكم في رحمة الله وحفظه، والقادم أحلى إن شاء الله.